ما كرهتش اللي بغى يوقف معايا واللي بغى يساندني انه يدير لي الصلح مع داك الراجل. باغا الصلح اختي؟ باغيه الصلح. انا ما باغيش نتزوج حيت غنعقد ولادي، لانني انا براسي ضحيه طلاق جائر. طلقوا والديا فاش كنت صغيره، والوالده ديالي عاودت تزوجات ورباتني مرات جدي. يعني تزوجات كنت في 2000، كانت عندي ديك الساعه 12 عام، انا بنت 88. وملي درت 18 عام تلاقيت بهذا الزوج ديالي، يعني رباني على يدو صراحه، وهو اللي قراني. كما نقول لي انني كنبغيه، مازلت كنبغيه، وكنت كنفكر فيه يوميا هو ولادي، وما عمرني ما غنعاود نعيش ديك العيشه اللي كنت عايشاها قبل. للاسف ضعت، والا ما عطانيش ولادي راه غنضطر نهاجر التراب، لان ما بقى عندي ما يدار هنايا، وما عندي لا حقوق لا حتى شي حاجه. وما عرفتش نستمر في الشركات ديالي، لان باقي عندي السيفي باقي ما رفعتوش، باقي ما عطانيش تبرئات الذمه. داكشي كلشي اللي كنت صادقه في اي كلمه كنت كنقولها، ما كتبت حتى حاجه، ولكن النيابه العامه اعتبرت ان قول الحقيقه اعاده تشهير. يعني واخا قلت الحقيقه راه كيتسمى ديما بغيتي وغتبقاي تبغي اختي؟ ديما بغيتو يعرف واحد الحاجه، لانني اخترعت ديك الطريقه ديال السطوريات في الفيسبوك غير باش هو يعرف شكون اللي كيعمر لي راسي وشكون اللي كيكتب فيه الهضره الخايبه. انا دابا تعلمت نشقى بيديا، تعلمت نعجن، تعلمت ندير كلشي، يعني اي حاجه. نقولوا الحبس مدرسه. حبس مدرسه مؤسسه، واللي ما دخلش الحبس ما يعرفش الحياه.